عمرك تخيلت إن الطمع ممكن يخليك تدفع ثمنه من لحمك ودمك في أبرد مكان على وش الأرض؟ في لحظة بين السماء والأرض بتكتشف إن الطبيعة مش هي الوحش الحقيقي هو قرار خدته عشان قرشين زيادة. تشارلي طيار تقيل وله وزنه، وواحد من المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية، قاعد بيحتفل بعيد ميلاده مع صحابه اللي بيحترموه جدا بسبب شجاعته وبطولاته أيام الحرب. مهماته الانتحارية ضد قوات الأعداء كان ليها دور كبير جدا في انتصار جيشه، وده خلاه يكسب احترام وتقدير أي حد في أي مكان بيروحه. دلوقتي تشارلي شغال طيار نقل خاص بيسوق طيارات صغيرة عشان ينقل بضايع لأخطر وأبعد الأماكن في العالم. بفضل خبرة السنين دي كلها دايما بيقبل مهمات الطيارين العاديين بيترعبوا منها. بيطير فوق محيطات ملهاش آخر ومناطق جليدية متجمدة في القطب الشمالي الغلطة فيها بتمنها حياتك فورا. وفي واحدة من رحلاته بياخد تكليف إنه يوصل براميل بنزين وأكل لمعسكر معزول جدا في الجليد. بعد ساعات طيران كتير بيوصل وبيتفاجئ لما بيكتشف إن في عيلة كاملة عايشة في المكان المقطوع ده. بينزل طيارته المائية بمهارة المعلمين وبيساعد واحد من العيلة في تفريغ الحمولة، وحتى بيدي للأطفال شوكولاتة قبل ما يجهز نفسه عشان يطير ويرجع لحياته. وقبل ما يتحرك بثواني العيلة بتترجاه يدخل خيمتهم، وهنا بيتصدم لما بيشوف شابة اسمها كانيلا بتطلع في الروح وعندها سل متأخر بياكل في جسمها. العيلة مرعوبة على بنتها وبيترجوا تشارلي ياخدها معاه لأقرب مدينة عشان تتعالج وتتلحق. في الأول تشارلي بيرفض، الحسبة في دماغه تجارية بحتة، لو خدها هيبقى مسؤول عن مصاريف علاجها وأي مصيبة تحصل في السكة. تشارلي هنا بيبين تناقض غريب، بطل حرب أنقذ بس ما قدرش ينقذ روح واحدة عشان خايف من المسؤولية. بس العيلة بتلعب على نقطة ضعفه وبيعرضوا عليه عاج فيلي غالي جدا مقابل إنه ياخد بنتهم. هم عارفين كويس إن العاج ده ممكن يتباع بثروة في السوق السوداء. الطمع بيعمل تشارلي وبيوافق على الصفقة. بيركب كانيلا الطيارة وبيطير في طريق الرجوع للحضارة. في السكة بيفتكر إنه لسه معاه توصيلة تانية المفروض يخلصها، وبدل ما يطلع بيها على المستشفى طوالي بيقرر يغير مساره عشان يضرب عصفورين بحجر ويكسب أكتر. قراره ده كان أغبى قرار خده في حياته، لأنه ما كانش يعرف إنه رايح برجله لأكبر كابوس ممكن يعيشه. في الطيارة بيحاول يكلم كانيلا أكتر من مرة، بس هي أضعف من إنها ترد عليه. بيعرض عليها حتة شوكولاتة، بس هي حتى مش قادرة ترفع عين تبصلها من كتر الإعياء. فجأة الجو بيقلب بغباء وتشارلي بيلمح مؤشر ضغط الزيت في الطيارة بينزل بسرعة مرعبة. بيفهم إن في كارثة هتحصل، لأن نقص الزيت معناه إن الموتور هيقف تماما. ثواني وشرار بيضرب من الموتور والنار بتمسك فيه والمروحة بتقف والطيارة بتبدأ تقع بيهم في سابع أرض. تشارلي بيتحول لوحش بقاء وبيستخدم كل ذرة من خبرته عشان يسيطر على الطيارة ويرجع توازنها، بس الخراب كان أكبر من إنه يتصلح. بسرعة بديهة بيقرر يوجه الطيارة ناحية بحيرة قريبة عشان يتجنب الانفجار لو خبطت في الأرض الناشفة، وبأعجوبة بيقدر يعمل هبوط اضطراري عنيف جدا على المية. الخبطة بتكون قوية لدرجة إن تشارلي بيتصاب في دماغه، ولما بيفوق بيخرج من الحطام وهو بيلعن حفظه. مهمته باظت والطيارة اتدمرت ومحدش يعرف طريقهم فين. بيجري على راديو الطيارة عشان يطلب النجدة، بس بيكتشف إنه اتدمر بالكامل وبقوا معزولين عن العالم حرفيا. والمعجزة إن كانيلا بتخرج من غير خربوش واحد. تشارلي ما بيضيعش وقت، بيجمع كل الأكل والمعدات اللي يقدر عليها من الحطام وبينقلهم للشط، وكانيلا بتراقبه في صمت من ورا الصخور. بيرص حجارة ضخمة على شكل حروف طلب النجدة عشان لو طيارة عدت تشوفهم، ولما بيبص في الخريطة بتنزل عليه الصاعقة. أقرب مدينة ليهم على بعد مئات الأميال والمشي ليها هياخد أسابيع. هم دلوقتي محبوسين في تلاجة مفتوحة وبموارد بتخلص. الليل بيدخل وتشارلي بيولع نار عشان يتدفى، بس كانيلا بتولع نار تانية بعيد عنه وبتوصل له رسالة واضحة إنها مش واثقة فيه. بياكل أكل معلب وبيشرب علبة كولا وبيعرض عليها تاكل ويحاول يفتح كلام، بس هي ساكتة تماما. نروح بقى لشركة الطيران الخاصة. كارل صاحب تشارلي بيكلم مديرهم شيبرد وبيقول له إن تشارلي المفروض يكون رجع من بدري، بس شيبرد ولا على باله وشايف إن خبرة تشارلي تخليه يتأخر شوية، بس هيرجع لوحده. كلهم مطمنين ومحدش فيهم متخيل إن صاحبهم بيصارع الموت في القطب الشمالي. بعد يوم كامل من العطلة تشارلي بياخد قرار انتحاري وإنه هيمشي لأقرب مدينة رغم إن الرحلة هتاخد أيام على رجليه. بيجهز شنطته وبياخد الأساسيات وبيستعد للرحيل. كانيلا بتشوفه وبتطلب تروح معاه عشان ما تفضلش لوحدها تموت من الخوف، بس تشارلي بيرفض بقلب ميت لأنه عارف إن مرضها هيخلص عليها في السكة المهببة دي. بيوعدها إنه لو وصل للحضارة هيرجع بفرقة إنقاذ عشانها. بيسيب لها معلبات ومشروبات عشان تعيش بيهم، وبيبدأ رحلة عذابه في وسط الجليد اللي ملوش آخر. كل اللي شايفه قدامه أرض صحراء بيضة ورياح بتعض في العظم. بيطلع على أماكن عالية مرة ورا التانية عشان يلمح أي علامة للحياة، بس مفيش فايدة. لما الليل بيدخل درجات الحرارة اللي تحت الصفر والرياح القوية بتخليه مش عارف حتى يحافظ على النار والعة، وأسراب من الحشرات بتهجم عليه وما بتخليهوش
بيخليهوش يغمض عينه ولا يرتاح. وهنا بيدرك إن امتحان البقاء الحقيقي لسه بيبدأ. تاني يوم الصبح بيكمل مشواره الطويل والمجهول في قلب البرية القاسية. الجوع بيبدأ يقرص بطنه، بس بيرفض ياكل كتير من اللي معاه عشان لو خلصوا هيموت من الجوع. بدل كده بيطلع بندقيته وبيحاول يصطاد كام طائر حواليه عشان ياكلهم، بس بينشن غلط في كل طلقة والطيور بتطير وتهرب. وكأن الدنيا بتعنده، الجو بيقلب فجأة ومطر تقيل جدا بيبدأ ينزل يغسله. درجة الحرارة المتجمدة بتنزل أكتر وبقى ضروري جدا إنه يولع نار. بيطلع علبة الكبريت بس بيكتشف إنها اتبلت تماما وبقى متساب لرحمة البرد القارس، وبقدر قادر بيستحمل وبيعيش الليلة دي. تاني يوم الصبح وهو بيعدي منطقة طين ومستنقعات، رجليه بتغرس فجأة في طين عميق بيسحبه لتحت كأنه وحش بياكله. بيفرفر وبيصارع بكل قوته لحد ما بيطلع منها بالعافية. بعدها بيفتح علبة أكل وبياكل حتة صغيرة جدا عشان يوفر. وهنا بيشوف الكارثة، خزنة الرصاص بتاعت البندقية مش موجودة. بيفهم إنها وقعت منه في الطين وهو بيصارع الموت من شوية، وده معناه إن كل الرصاص اللي كان شايله للصيد والحماية نفسه من الحيوانات طار وبقى أعزل تماما. لو لسه مكمل معايا لحد هنا ومندمج في العظمة دي، اخبط اللايك المتين ويلا بينا نكمل رحلة العذاب. نرجع لمركز تحكم الشركة. زمايل تشارلي بيبدأوا يترعبوا بجد لأن محدش سمع عنه خبر. كل محاولات التواصل معاه بتفشل، وحتى شيبارد المدير بيبدأ يحس إن في مصيبة كبيرة حصلت. ولما بيعرفوا إن في عاصفة ضخمة جاية خلال كام يوم، شيبارد بيؤمر بتجهيز حملة إنقاذ أول ما الجو يتحسن. في البرية تشارلي بيلف نفسه بيحاول ينام وعنده أمل يعيش ليلة تانية في التلج. وهو بيروح في النوم ذكريات مؤلمة من الحرب العالمية التانية بتطارد عقله الباطن. بيعيش تاني مهمة رمى فيها قنابل مدمرة على مدينة وسط هجوم العدو، القرار اللي عاش بندم عليه طول عمره. ولما بيفوق بيكتشف إن البرد راح، بس جه مكانه كابوس أبشع بكتير. آلاف الناموس والدبان المتوحش بيهجموا عليه وبينهشوا في أي حتة لحم مكشوفة في جسمه. تشارلي بيفقد أعصابه من الألم، بيجري زي المجنون عشان يهرب منهم. بيندفع ناحية المية على أمل إنها تنقذه، بس وهو بيجري جزمته بتقع والصخور الحادة بتغرس في رجليه بتقطعها وتصفي دمه. من كتر التعب والضعف والقهرة بيقع على الأرض وبيفقد الوعي، والحشرات بتكمل أكل فيه. تشارلي خلاص بيسلم نمرته وصراعه للبقاء بينتهي. بس في اللحظة الحاسمة دي بتظهر كانيلا، بتلاقيه في حالة تصعب على الكافر وبتبدأ فورا تعالجه بطب الأعشاب التقليدي بتاعها. بتجمع نباتات طبية بتسكن الوجع وبتقلل الورم وبتمنع تلوث الجروح من لدغات الحشرات اللي ملهاش عدد. بتحط الأعشاب بحرص على جروحه وبتلف رجليه المتقطعة، وبتقدر كمان تولع نار عشان تدفيه. بعد ما بيرتاح شوية تشارلي بيفوق مصدوم، مش مستوعب مين اللي أنقذه في المكان المقطوع ده، وبيفهم إن كانيلا مشيت وراه كل المسافة دي رغم إنها عيانة وبتموت. البنت دي جاية من عيلة من السكان الأصليين وعاشت عمرها كله بتصارع في ظروف قاسية، وعارفة كويس إزاي تصطاد وتعالج وتعيش على الطبيعة. تشارلي مش قادر يفهم إزاي بنت مريضة كده قدرت تمشي مسافة هو نفسه ما قدرش يكملها. بس كانيلا بتبتسم وبتديله طبق شوربة سخنة. الشوربة دي بترد فيه الروح فورا، وبيتصدم أكتر لما بيعرف إنها معمولة من سنجاب هي اصطادته بإيديها من غير أي سلاح خالص. بيبدأ يسألها بفضول، بس هي ما تعرفش إنجليزي غير قليل جدا. بتقوله بس يشرب الشوربة ويرتاح. ودلوقتي التواصل بينهم بقى أغلبه بلغة الإشارة، وتشارلي بيقعد يتفرج بذهول على كانيلا وهي بتوريه مهارات البقاء المرعبة اللي اتعلمتها في البرية. باستخدام طرق البقاء اللي ورثتها عن عيلتها، كانيلا بتصطاد سمك بسهولة وبتقدر كمان تصطاد طيور من غير ما تستخدم سلاح واحد. تشارلي عمره ما شاف حد بيصطاد كده ومبهور بمهارتها الفذة. وبفضل علم كانيلا الأكل ما بقاش أزمة، وتشارلي بيبدأ يسترد عافيته حتة حتة. في الوقت ده طيارة إنقاذ تانية بتوصل القطب الشمالي فيها كارل صاحب تشارلي وطيار قديم اسمه بيرس جايين يدوروا عليه. بعد ما بيلمحوا علامة النجدة الضخمة بينزلوا جنب موقع الحادثة وبيشوفوا حطام طيارة تشارلي متوزع على الجليد. كارل بيموت من الرعب على صاحبه، بس بيرس بيقعد ببرود يفطر وكأن حياة تشارلي مش في خطر أصلا. كارل بيتحايل عليه ومصمم إنهم يكملوا تدوير، بس بيرس بيقفلها في وشه وبيقول له إن المكان واسع بغبة، وبيأكد له إن مسح المنطقة دي كلها هياخد شهور ومن شبه المستحيل يلاقوه، ومن رأيه إنهم يدوروا تدوير سريع ويرجعوا. كارل بيسكت وهو محبط، بس من جواه حالف ينقذ صاحبه مهما كان الثمن. نرجع للبرية. تشارلي خف تقريبا بفضل أعشاب كانيلا والأكل اللي بتجمعه، بس فجأة كانيلا بتبدأ تنزف من مناخيرها، وده دليل واضح إن مرضها بيتدهور ومحتاجة علاج طبي فورا. تشارلي كمان بيلمح جروح قديمة على إيديها وبيشك إنها حاولت تنهي حياتها قبل كده، بس قلبه ما طوعهوش يسألها عنهم. بالليل تشارلي بيفوق على صوت كانيلا وهي بتكح بعنف. بيفكروا إن حالتها بتسوء ومفيش في إيده أي حاجة يعملها، وفي نفس اللحظة
لحظة كارل وبيرس بيستمروا في الطيران فوق القطب الشمالي بس مش بيلاقوا أي أثر للناجين. تشارلي بيبدأ يمشي على توجيهات كانيلا وبيستخدم طرقها عشان يصطاد سمك وبيبدأ يتأقلم ببطء على عيشة البرية، وفجأة بيسمع صوت طيارة معدية من بعيد فوقهم. الأمل بيملأ قلبه، بيجري بدراعاته وبيصرخ بأعلى صوته ملهوف إن حد يشوفه، بس للأسف الطيارة كانت طايرة على ارتفاع عالي جدا ومحدش شافه وبسرعة بتختفي في الأفق. تشارلي بيقع مهدود من الإحباط وبيعرف إنه غالبا ضيع فرصته الوحيدة في النجاة، ولما بيرجع لكانيلا بيفهم أخيرا الغلطة الكارثية اللي عملها. أي فرقة إنقاذ طبيعي هتدور في مسار رحلته الأصلي وهتبدأ من عند موقع الحطام، بس هو بدل ما يفضل هناك مشي أميال بعيد في قلب البرية، وحتى بعد أيام من المشي ملقاش أي حاجة. بيقتنع إن فرصتهم الوحيدة للنجاة هي الرجوع للحطام، وبيقول لكانيلا إنهم لازم يرجعوا للمكان اللي المنقذين هيدوروا فيه. ورغم مرضها اللي بيزيد كانيلا بتوافق، وقبل ما يمشوا بتعمل له جزمة متفصلة على مقاسه بالظبط وبتصدمه للمرة الألف بذكائها واستغلالها للموارد. بيبدأوا مع بعض رحلة العودة الطويلة في وسط التلج، ورغم إن تشارلي بيفتد الاتجاهات كذا مرة كانيلا بتبقى فاكرة كل علامة في الطريق بدقة مرعبة وبتمشي كأنها حافظة الخريطة في دماغها. بعد ساعات من المشي تشارلي بيلمح حاجة بتلمع من بعيد وبيفتكر للحظة إن في إنسان تاني هناك. بيجروا هما الاتنين ناحية الحاجة دي وعندهم أمل، بس للأسف لما بيوصلوا بيكتشفوا إنها مجرد نظارة شمس بتعكس نور الشمس. في عز إحباطهم بيلمحوا حطام طيارة تانية واقعة قريب. الطيارة دي شكلها مهجورة من سنين، بس تشارلي بيبقى عنده أمل يلاقي حاجة تنفعهم، يمكن حتى سلاح يخليهم يعيشوا. وهو بيدور في الحطام بيفتح كابينة وبيتسمر في مكانه من الرعب لما بيشوف هيكل عظمي للطيار لسه جوه. المنظر الصادم بيرعب كانيلا اللي بتلف وشها وتغمض عينيها فورا. تشارلي بيفهم إن الطيار ده وقع هنا من سنين وعاش بعد الخبطة، بس مات في النهاية وهو مستني نجدة ما جاتش أبدا. بيكمل تدويره وبيلاقي بندقية قديمة وبيروح لكانيلا وهو طاير من الفرحة، بس بيلاقيها قاعدة بهدوء لأن حسب عادات قبيلتها الميت لازم يحترم ويتقدر. تشارلي بيحترم عقيدتها وبيحفر قبر الطيار وبيدفنه باحترام. كانيلا بتحط كل حاجات الطيار معاه في القبر لإيمانها إن كل حاجة بتاعته لازم تروح معاه العالم التاني. في الأول تشارلي كان هيموت وياخد البندقية لأنها هترفع نسبة نجاتهم للسماء، بس احتراما لعادات كانيلا بيقرر يحط البندقية معاه في القبر في النهاية. وبعد ما بيخلصوا الدفن بيكملوا طريقهم. بعدها ولما بيعسكروا كانيلا بتولع نار وبتبدأ تحكي لتشارلي عن الحارس الروحي اللي قبيلتها بتؤمن بيه إنه بيحرسهم ويحميهم في الأوقات الصعبة، وبتفهمه كمان معتقدات أهلها عن الحياة بعد الموت، وبتقول له إن المكان هناك دايما فيه أكل مكفي، بس كل واحد لسه لازم يصطاد ويجمع أكله بنفسه. تشارلي أخيرا بيفهم ليه أصرت تدفن البندقية مع الطيار عشان تنفعه في حياته التانية. تاني يوم الصبح بيكملوا رحلتهم، وفي نفس الوقت في شركة الطيران شيبرد وباقي الفريق بيفقدوا الأمل تماما ومقتنعين إن تشارلي مات وإن تدويرهم عليه بقى شبه مستحيل. وبعد ساعات تانية من المشي اللي بيقطم الوسط تشارلي وكانيلا بيوصلوا أخيرا لموقع طيارتهم اللي وقعت. تشارلي بيحس إنه كسب حرب بمجرد رجوعه للمكان ده. بيجري جوه الحطام وهو عنده أمل إن كارل أو فرقة الإنقاذ يكونوا سابوا رسالة أو علامة إنهم دوروا هنا، بس ما بيلاقيش الهوا. الواقع بيضربه على وشه وبيدرك إن محدش قدر ينقذهم، ومع درجات حرارة القطب اللي بتنزل أكتر النجاة بقت شبه مستحيلة. وفي الوقت اللي تشارلي بيستخبى فيه جوه الحطام عشان يحمي نفسه من البرد القاتل كانيلا بتجمع حجارة كبيرة في هدوء وبتبدأ تبني شكل غريب بره. تشارلي مش فاهم هي بتعمل ايه، بس هي بتكمل شغل من غير ما تنطق ولا كلمة. ومع الليل المتلج اللي بيزيد أسوأ تشارلي بيبدأ يفقد وعيه جوه الطيارة، بينما كانيلا قاعدة لوحدها في الضلمة بتدعي للروح الحارسة اللي مؤمنة إنها دايما بتحمي أهلها وبتسلم أمرها ليها. وهم بيواجهوا ليلة تانية مرعبة في البرية اللي ما بترحمش. في الليلة دي كوابيس الحرب بترجع تطارد تشارلي تاني. بيحلم إنه هيرمي قنابل مدمرة على مدينة، بس قبل ما يدوس على الزرار كانيلا بتظهر وتمسك إيده وتمنعه، وفجأة الكابوس بيتغير والقنابل ما بتترميش. تشارلي بيفوق على صوت كانيلا بتندهله يخرج وبتقوله إن وقت الصيد جه. بيستخبوا في هدوء ورا صف الحجارة اللي رصتها بحرفية، وبيلمحوا قطيع خرفان برية بتاكل قريب ومعهمش غير رماح بس، وبيهجموا هجوم مفاجئ. الخرفان وهي بتحاول تهرب بتفتكر تشكيلات الحجارة دي ناس واقفة بيقفلوا عليهم الطريق، وده بيدي تشارلي فرصة ذهبية يقتل خروف والتاني، بس المجهود ده بيكسر كانيلا تماما والسل بيدمرها أكتر. ورغم حالتها بتشجعه يكمل صيد وبتخليه يوقع حيوان تالت. الصيدة الناجحة دي أخيرا بتوفر لهم لحمة تكفيهم وجلود تحميهم من التلج. بيذبحوا الحيوانات سوا وكانيلا بتتلف بالجلود الدافية، وتشارلي الأمل بيرجع له إنهم ممكن يعيشوا بجد.
بجد. وهم مريحين تشارلي بيفتح قلبه وبيحكي لها عن تجاربه في الحرب وعن البلاوي اللي شافها وعملها في القتال، بس وهو بيتكلم بيلاحظ إن كانيلا بتترعش بطريقة مرعبة ومش قادرة توقف. بيغطيها فورا بكل بطانية وبلطو وجلد حيوان معاهم، بس بيبقى واضح وضوح الشمس إن مرضها بيتدهور بسرعة ومستحيل يتعالج في البرية دي. تاني يوم الصبح بيقرروا يكملوا رحلتهم مهما حصل. بيلفوا اللحمة الباقية بحرص عشان تعيش معاهم في السكة، وتشارلي بيعمل خيمة صغيرة متنقلة من قماش الطيارة عشان يريحوا فيها في الطريق. ورغم إنهم مصممين لسه قدامهم مشوار طويل جدا، وهم ماشيين تلج تقيل بيبدأ ينزل ويغطي المكان وبيخلي القطب الشمالي أقسى من الأول. من حسن حظهم جلود الحيوانات بتدفيهم كفاية عشان يكملوا، والأكل اللي معاهم بيحافظ على طاقتهم. تشارلي طول السكة بيشجع كانيلا وبيوعدها إنهم هيلاقوا ناس، وإنه أول ما يوصلوا للحضارة هيعمل المستحيل عشان تاخد العلاج اللي محتاجاه. بس كانيلا بتضعف مع كل خطوة بتمشيها، وفجأة بتكح دم وبيبقى مؤكد إن حالتها بتنهار. تشارلي بيطبطب عليها ويوعدها إنهم خلاص قربوا. في نفس الوقت في الشركة شيبارد والباقيين مقتنعين إن تشارلي مات في التلج، وبيعملوا له مراسيم عزا، ومحدش يعرف إنه لسه بيصارع عشان يعيش. ورغم البرد القاتل تشارلي وكانيلا بيكملوا مشي وما بيوقفوش غير عشان يريحوا في الخيمة وياكلوا بالراحة. وفي النهاية كانيلا بتبقى أضعف من إنها تمشي، وده بيجبر تشارلي يشيلها على ظهره في وسط الجليد. وفي يوم بيصحى الصبح ما بيلاقيهاش جنبه. بعد ما بيدور في كل حتة تشارلي بيفهم إنها مشيت بمزاجها عشان ما تبقاش حمل عليه وتتسبب في موته. قلبه بيتكسر 100 حتة، وبيبني لها نصب تذكاري وبيحط حاجتها والعاجل الغالي جنبها حسب عادتها. وهو مصمم يوفي بوعده ليها بيكمل طريقه لوحده في القطب. وبعد أيام من العذاب والمشي في التلج بيلمح أخيرا مجموعة من السكان الأصليين بينقذوه، وبتنتهي رحلة بقائه الأسطورية. ورغم إنه عاش ضد كل التوقعات والمستحيل، بس بيفضل شايل ندم عمره كله إنه ما قدرش ينقذ كانيلا، البنت اللي ضحت بنفسها وما قدرتش تاخد العلاج اللي كانت محتاجاه. وهنا بتخلص حكايتنا. في النهاية يا جماعة أحيانا النجاة بتبقى أصعب من الموت، خصوصا لما تعيش وروحك متعلقة بذنب حد ما قدرتش تنقذه. إيه رأيكم في قرار تشارلي من البداية؟ هل يستاهل اللي حصل له ولا الطمع كان عامي عيونه؟ شاركوني في التعليقات. ولو عجبتكم التلخيصة دي ما تنسوش تخبطوا اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.